السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، مساءكم زي العسل وبالزيادة. أحلى مسا عليكم وأحلى مسا على كل الناس، إخواتي وحبايبي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي كده علشان ربنا يجعل لنا البركة في الفيديو وفي الكلمتين اللي احنا هنقولهم بما يرضي الله. أول حاجة طبعا قلت لكم على الفيديو التاني في دعم جاي للشباب 5 أسوس يا جدعان. القناة اللي احنا فيها دلوقتي اللي بنصور من عليها الفيديو ان شاء الله معانا النهارده يوم السبت، معانا اسبوع من السبت لحد يوم السبت الجاي. شعبان النجولي قال لك على عرض. ايه هو العرض ده يا عم الحاج؟ قال لي يا عم ابو التلابيب لو الرجاله وصلوا 5000 متابع على القناه دي خلال اسبوع طالع مني 5 اسوس. ايه هم الخمسه؟ قال لك 4 بول وقص سعاده. طبعا تحياتي لاخويا شعبان مزيكا، الرجوله الجدعنه اللي دايما واقف في ظهري بامانه ربنا، ودايما واقف مع الشباب. فحاولوا توصلوا الصفحه عشان كنتم، مش عشاني والله. حاولوا توصلوها 5000 علشان نقدر نعمل الدعم الاسبوع الجاي ان شاء الله. نبدا بقى الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا النهارده بيقول ايه؟ بيقول لك انت داخل تغوى حمام ليه؟ داخل غية الحمام تعمل ايه؟ عاوز تربي حمام ليه؟ على فكره الاسئله دي بتجيلي ساعات بكون في اللايف وبلاقي شباب بتكلمني انا عاوز ابتدي بحمام، ابتدي بايه؟ عاوز اربي، اجيب ايه؟ فامبارح طلبت معايا طلع شاب جيست عندي في اللايف. طلعته جيست فسالته اول حاجه عندك كام سنه؟ قال لي 14 سنه. انت منين؟ قال لي من القاهره تقريبا من الجيزه، اسمه محمد. فبقول لي انا عاوز اجيب حمام، اجيب ايه؟ قلت له ايه اللي هيخليك تجيب حمام؟ اصبر يا عم الحاج عشان بصور فيديو. ها يا ابن اصبر بصور فيديو. فقلت له انت عاوز تربي حمام ليه؟ عاوز تربيه علشان ايه؟ قال لي صحابي بيربوا حمام كلهم وبيتفرجوا عليك، وانا بصراحه بدات ان انا احب الحمام عن طريقهم، عن طريق الفيديوهات بتاعتك. دي حاجه جميله تتحسب لي، لان ده مش اول شاب يحب غايه الحمام عن طريق الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. اصبح ان انا كده بدخل جيل جديد الغيه، ولكن انا عاوز الجيل ده يخش صح. اهدى بقى، اهدى بقى، بصور يا عم بس. تعالى هنا، سيب النتايه، اقعد هنا. عمال يضرب في النتايه. حد يكون معاه انتهى زي العسل زي دي ويضربها؟ فطبعا دي حاجه تتحسب، ان انا عايز ادخل جيل جديد الغيه، تمام؟ وعاوز الغيه تنشط. يعني انا مش من النوع يا جدعان ان انا بقدم المحتوى علشان اشوف حد تاني مثلا بيعمل محتوى واطلع انا اعمل على فيه فيلسوف واعلم، واصل لا نش كده، اصل الحد كده، اصل الحمام كده، اصل دي اساسها كده. انا الحته دي مش بتاعتي، الحته دي مش عندي خالص. انا اللي عندي كله ان انا بقف ابص لك كشاب بتتفرج عليا عاوز تتعلم، او كغاوي مغترب بره مصر حابب تتمتع بالغايه المصريه، او راجل كبير كنت بتربي زمان وبطلت ولكن حابب الحمام. اهدى مش هتطلع، وحابب الكلام عن الحمام. ده هدفي من تقديم المحتوى. لا انا فيلسوف في الغيه، ولا انا زعيم في الغيه، ولا انا اي حاجه في الغيه، غير ان راجل بوصل رساله عن الحاجات اللي انا عارفها او فاهمها او حابب افرجك عليها. هيوقع لي الدنيا، هيوقع لي الدنيا يا ابن اللذين. فالنهارده لما انا طلعت الشاب ده وقال لي الكلمتين دول بدات انتبه. واحده بقى انتبه لايه؟ اللي فيه جيل جديد داخل الغيه عن طريق الفيديوهات اللي بتفرج عليها. طيب الجيل ده محتاج ايه؟ الجيل ده ولا هو محتاج اتنين يعرضوا بعض على محتوى، ولا محتاج يشوف حد بيغلط في حد على محتوى الحمام، ولا محتاج يشوف ناس عماله تنتقد في بعض وتقطع في بعض وتغلط في بعض؟ لان انا كده الجيل ده اللي طالع هيطلع اللي هو بيشوفه عاوز يقلده، هيطلع على كراهيه. لا، مطلوب مني ومطلوب من اي حد يقف من ورا الكاميرا انه يطلع الجيل ده اول حاجه على حب وعلى احترام. لازم يطلع على حب واحترام، وبعد كده علمه غايه الحمام. لان لو ما علمتوش دول في الاول يبقى هو داخل الغايه بوظها، مش داخل يصلحها. فقلت عايز ايه؟ طيب ما انا بدخلك بتضربها. لا 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 الله اكبر. فالشاب ده لما كلمني قلت له بص يا حبيبي، اللي بيربي حمام ده بيربيه علشان بيحبه،
حب الحمام، حب حاجه فيه. انا واحد من الناس حبيت الحمام علشان يبقى طاير ويلف ويخش في حمام ويطلع ويجي، فانا حبيته عشان كده. انت عايز تعمل ايه؟ قال لي انا عايز اربي في بلكونه وعاوز افرخ وابيع. دخوله الغيه هنا، دخوله طريق الغيه غلط، دخلته للغيه دخله غلط، والدخله دي دخلتها ناس كتير. في ناس النهارده عندهم حمام كويس وعندهم حمام بفلوس، وهم حاطين مثلا نفسهم في حته الغوايه، ولكن دخلوا غلط. نفس الدخله، غايه الحمام نش، غايه الحمام تطير، غايه الحمام انك تطلع تاخد وتنصب مجال وتاخد متعتك في المجال. دي اساسيات غايه الحمام. اللي ما نشش ما جواش حمام. اللي ما نشش ومسك رايه، مسك بنديره وصفر وشور وردد وخد وقطع واتبقاله، ده ما جواش حمام. طب اللي فرخ بس وانتج وعمل تكوينات، انت ما عملتش حاجه. انت اشتريت فلقيت فربنا كرمك، فانت ما عملتش حاجه، ما عملتش اي حاجه. ده اللي عمل ربنا سبحانه وتعالى. هنا اللي بيكرمك ربنا، هنا اللي بيرزقك ربنا، هنا اللي بيطلع لك الحلو في الطاجن ربنا سبحانه وتعالى. اما في الغيه عقلك وغيتك وهوايتك وقوتك، غيتك. فالنهارده لما تيجي تخش الغيه، على فكره الكلام ده كان مع شاب امبارح في الجست على التيك توك، كنت الناس كلها شايفه اللايف. النهارده لما انت تخش الغيه علشان خاطر تنتج وتبيع، فانت داخل الغيه غلط. انت داخل حته تجاريه مش غايه حمام. تقول لي بقعد مع غواي كبيره، بقعد مع غواي قديمه. انت مش بتقعد مع غواي كبيره هتديك شهادات استثمار ولا تعلق لك نجمه ودبوره. انت محتاج تفهم غايه حمام. مش هتفهم طباع الحمام غير وهو طاير. مش هتحب غايه الحمام بجد غير وهو طاير. اما الفرخ ده بتاع ربنا، ربنا اللي بيرزق فيه في الاول وفي الاخر، مفيش حاجه بايدينا. فمتعتنا، انا بالنسبه لي كغاوي متعتي في النش. فقلت للشاب ده طب لما تكبروا ما تبيعهم ليه؟ قال لي علشان اعرف اكسب فيهم. فهو داخل لحته معينه، هو بيقول انا بحب الحمام، لكن يا جدعان بجد بجد اللي بيحب الحمام ده لوحده تلقائيا تلاقيه بيروح في السكه لوحده عارف سكته، بيحضر غيته، بيحضر عشته، بيحضر 4 جناب لو من سبات طماطم، ويحط فيهم زغاليل ويبدا يطيرهم. هي دي الغيه. لكن انك تخش الغيه في الحته دي لا. ممكن تبقى بتنش وبتعمل حمام من النوع ده علشان تبقى دخلت الغيتين، الغيه الاصليه والغيه المزوره او المزيفه اللي هي بتاعت الفرخ. ليه مزيفه او ليه مزوره؟ مزيفه علشان انت بتنسبها لنفسك وانت عبد فقير لا بيدك اي شيء، حاجه بتاعت ربنا. انت بتشتري حمام وتلاقيه على بعضه فربنا يكرمك. ده ربنا، اسمها ربنا كرمك بيه. ما تقولش ايه انا عامل مش عارف صوافه ايه، انت ما عملتش حاجه، ده ربنا اللي عمل مش انت. انت عايز اعمل في الغايه عشان تتحسب لك اللي انت غاوي. تمام. في حته تانية انا حابب اتكلم فيها. انا راجل بربي سلكه وبربي زاجل وبربي نش، بربي الثلاثه. النهارده ما ينفعش مثلا اكون بتكلم مع غاوي سلاكه بس ما نشش. راجل بيلعب على الحمام فيها تكوين وفيها عصب وفيها طول وفيها عيده وفيها خدود وفيها مواصفات وكل حاجه انت عايز تقول على جميع الحمام قولها. تمام. ما ينفعش اكون بتكلم يقوم قايل لي مثلا ايه لا اصل انت غاوي نش. ما غاوي النش يعني على فكره يا جدعان غاوي النش ده غاوي جامد قوي. هي الغيه دي بتاعته. غايه الحمام دي بتاعت غاوي النش مش بتاعت غاوي السلاكه. في ناس تانية كانت بتنش والنهارده بتفرخ، ليها كل التقدير والاحترام والناس كلها على راسي. اولا كلهم ناس محترم، ولكن انا بوضح حاجه صغيره. غايه الحمام
نشيت واتمتعت رغم القرف اللي احنا فيه في النش، ولكن برضه بناخد متعتنا تمام، وزهقت وفرغت، بس عندك خبرات عن النش، فما ينفعش النهارده اقلل من غاوي النش. الحمد ده كله زمان لما اتعرف في مصر والغايه اتعرفت في مصر، ما اتعرفتش بان مين فارخ ايه، اتعرفت بان فلان بينش ازاي وبينش ايه، بيرمي ايه. بقول لك انا برمي، فعايزك تخش الغايه علشان تقول انا حاببها، يبقى تفكر في النش. علشان تخش النش لازم تعرف الاسس اللي تمشي عليها ايه، يعني ازاي ابدا اعمل زغاليل، ازاي اعمل بيوت وافرخ منها حمام كويس للنش، ازاي اجمع بين الصفتين القوه والجمال، اللي انا اجيب حمامه كويسه وانشها. يعني قشر بندق زي ده اهو، فرد حمام زي ده انا ما ينفعش انش منه اهو، ما ينفعش انش منه. واحد هيقول لي ليه ما ينفعش تنش منه؟ لان هو حمام سلاكه، ولا هو طار ولا امه طارت وهي زغلوله، ولا ابوه طار ولا جده طار ولا جده احسمس السابع عشر طار، مفيش عيله في حد في عيلته طار، فهو هيطلع يطير بناء على ايه؟ اجرب. فلما اروح هجرب في فرد حمام غالي بفلوس؟ طبعا لا. ليه بقى؟ لان اتمسك منك فرد حمام زي دوت من ابنه، يتعمل بيه حمام، او يمسكوا منك غاوي عمره ما مسك زيه ويعمل منه حمام ويعمل منه سلالات ويبيع. فدي غايه لوحدها، وغايه النش غايه لوحدها. فمتعتك في النش، خش غايه الحمام نش، اسمع مني، هتخشها فرخ عشان تكسب، ما تلومش غير نفسك. ولما تحط نسب للغواي، حط نسب، دي نسبة النش ودي نسبة السلكات، مش تقليل، انا بتكلم في الفكر. فكر غاوي النش اوسع من فكر غاوي السلاكة. ليه؟ لان ده فكره محدود في ان عاوز تكوين معين في شكل حمامة معين علشان يلاقيه ويطلع زغلول معين. غاوي النش بقى ده عاوز حمامة مخها جامد وذكر مخه جامد ويطلع بيوت منهم، وبعد ما يطلعوا يطلع بقى الغيه فوق ايجاد في سبيل الله، يبوبوا، يحفظوا بيبان، يحفظوا ارضيه، يحفظوا عرق، ويفركشوا ويرجعوا يلموا بعض ويجربوا هم زغاليل، وبعد كده يجروا عسالين هم شبابات، وبعد كده يجردوا، وبعد كده يفرزوا، وبعد كده ياخد منهم عشان خاطر يصدرهم تماسك. ده شغل الغاوي. عشان كده انا قلت 90% غاوي و10% حمام. طب 50 و50 غلط، 90% غاوي و10% حمام. يعني لو جبت غاوي وعطيت له شويه ضرايب هيطيرهم وهينشهم، لو جبت غاوي وعطيت له شويه حمام بلد زغاليل والله العظيم هيطيرهم وهينشهم. هات بقى انت بيوت وجامده واصول وحمام كويس وادي لواحد مش غاوي، لا هيعرف يبوبهم ولا هيعرف ينشهم ولا هيعرف يخليهم يلموا في بعض ولا يعرف يخليهم ياخدوا مشاوير ولا هيعرف ياخد بيهم، ومش هيعرف يعمل حاجه. لان عشان كده بقول لك دايما انا بدي 90% الغاوي. ليه؟ شغل الغاوي في الغيه غير السلاكه. في الغيه ياما عمر الزغلول ما هيبوب لوحده، عمر الزغلول ما يحفظ مصطبه لوحده، عمر الزغلول ما بيتدشر لوحده، عمر الزغلول ما ياخد ميعاد لوحده، عمر الزغلول ما بياخد مشاوير ويطلع يتجرد ويتحد. حتى شغل الجرد الغاوي ليه فيه. ازاي يا عم ده الجرد بتاع الحمام؟ لا الغاوي ليه فيه. عارف ليه فيه ازاي؟ وانا مش عارف. انت اللي بتطلع بتحدد ميعاد جردك، بتشوف حد مفتح الساعه كام عشان تطلع تفتح معاه، وممكن يطلعوا ما ياخدوش، بتقف في وشهم. لو دخلوا طلع على طول تقف تاني في وشهم. ليك فيه ولا مالكش فيه؟ طب لما يجوا مقطعين وتبقى حمام هناك على الغاوي التاني، مش انت عينك اللي بتجرد؟ هو اي فرد حمام يخلص نفسه من الغاوي يجي لك الجرد؟ لا،
لازم بشوفه عمل ايه. نام معاه في الدوره، طلب بيه راح مرجل، بعد ما عدى منه عطوله الحمام راجع لم تاني. هو الجرد ده مين اللي بيجرده؟ مش الحمام، الغاوي. الجرد غاوي مش حمام، عشان بس نوضح الحته دي. دايما الغاوي في كل حاجه فوق في الغيه بصمته. الحمام ملوش اي دور غير انه ينفذ تعليمات المدرب بتاعه. ده دور الحمام في الغيه. عشان كده انا بقول لك 10% حمام و90% غاوي. الغاوي ليه كل دور في الغيه، الحمامه ملهاش اي دور في الغيه خالص غير بايد الغاوي. لو الحمامه 100% وعطيتها الغاوي 0% مش هيعرف يعمل بيها حاجه. لكن انت حمامه بقى 10% لغاوي 90%، اتفرج على الابداع يا عم. هيسهل لك الدنيا ويشهيص لك الشهيص كلها، هيبدع لك. هو الغاوي كده. اخواتي وحبايبي، اتمنى الفيديو يكون فيه افاده للشباب. لما تحب تخش غايه الحمام خشها نشيش، وبعد ما تنش احترف انك تفرخ وتعمل بيوت. لو انت داخل لحته انك تتاجر، فانا ما بنصحش في حته التجاره في الغيه، لان دي غايه حمام. التجاره شيء فيها، او المتسبب شيء فيها، والغاوي شيء تاني. فلو انت داخلها حاببها، حب النش، تعمل بيوت، عاوز تفرخ، هات لك بقى قص عبسي، قص كراكندي، قص استرالي، وقص بنيدي، 4 قصوص اهم، وتعلم فيهم الفرخ وشوف خسايرهم ايه ومكاسبهم ايه، وعلشان خسارتك تبقى قليله اتعلم فيهم. وبعد ما تتعلم ابدا احترف في انك تفرخ حمام عالي. طبعا انا هوريكم دلوقتي دي زغاليل اهي. بصوا دي زغاليل اهي. دول زغلولتين اهم قشر بنادق، زغلولتين قشر بنادق، تمام. وادي الزغلول قبل اسود اهو، وادي الزغلول قبل اسود اهو، ما شاء الله، تمام. وادي الزغلول قبل اخضر اهو، وادي الزغلول قبل اخضر. هوريك زغلول تاني قبل اخضر تاني اللي عامله تعبان ده، مبدا ان انا فوق الحمد لله يعني. وادي الزغلول قبل اخضر تاني اهو. وصلت المستوى كويس، لاني مركز معاهم كويس. ولكن المستوى اللي انا وصلت له ربنا سبحانه وتعالى اللي كرمني بيه. مفيش اي نصيحه مني غير اني بنقي الحمامه الدمويه بس، وبنقي في دم بيركب مع بعض ودم ما بيركبش. انا عندي حمامتين هنا بالاسود، انت ما تستعنهمش بشيء، بيفرخوا لي كنابل، بيفرخوا لي زغير ساعات ما بعرفش اعديها، ما فيهمش عظم، بيحصل. وعندي كده. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتحياتي ليكم اخواتي وحبايبي. كل الناس على راسي من فوق، كل الناس اخواتي. بس كان غاوي سلاكه او غاوي نش او غاوي حتى فراخ يا عم، كل الناس خير وبركه. وكلامي عن الحمام مش بره اطار الحمام. واتمنى التوفيق للجميع وتوفيق للشباب الصغير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.